السلام عليكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل معاكم العزيزيه دي، حاجه حلوه كده دمياطي. كنت اكلتها عند اختي وعجبتني، فقلت اجربها واعملها. معايا سكر وقشطه وكريمه ومكرونه، كوبايه مكرونه، ومعايا النشا. هنا هنقول بالتفصيل بقى. انا هنا النشا كوباية الا ربع، من نفس مقدار الكوباية اللي كان فيها المكرونة. عملت بيها السكر، يبقى كوباية سكر وكوباية الا ربع نشا. حطيت هنا المكرونة بتاعتي تتسلق على النار. انا عايزاها تتهرى جدا، يعني افضل اسويها كده لحد ما يبقاش فيها الا حبة مية صغيرين، هبقى محتاجاهم. وهنا فضيتهم في الخلاط، وحطيت عليهم معلقة فانيليا صغننة، ومعاهم نص كيلو لبن. انا هستعمل كيلو لبن، فانا حطيت نص لبن الاول، وحطيت السكر وحطيت المكرونة والفانيليا وضربتهم في الخلاط الاول مع بعضيهم. لما يبقوا ناعمين حبيتي تصفيهم عشان تتأكدي ان مفيش تكتلات. تمام، مفيش مشكلة. انا هنا حطيت بقية كيلو اللبن النص بتاعي، وحطيت معلقة قشطة عليهم ومعلقة كريمة، وسبتهم على النار شوية. وبعد كده رحت منزلة بقية الخليط اللي انا ضرباه في الخلاط، المكرونة واللبن والسكر. في الوقت ده هحط معلقة قشطة ومعلقة كريمة برضو، وهي على النار تسيح مع الخليط بتاعي. ادي النشا بتاعي، هدوبه طبعا في كوباية مية، في حبة مية او حبة لبن حسب ما يبقى عندك. انا مكان اللبن عندي خلق، في نص كوباية مية كده، ونزلت بيهم على الخليط بتاعي بعد ما كان غلي. طبعا انت بتقلبي علشان ما يحصلش اي تكتلات. وطول ما انت بتقلبي تمام، يعني انت كده ما فيش اي حاجة مكلكعة. بعد ما استوت واتأكدت ان كله تمام، مفضياها في الصينية، ونزلت عليهم بمعلقة قشطة وكريمة من اللي انا شايلاهم على جنب، عشان الوش كده يبقى طعمه حلو. حاجة حلوة كده خفيفة، كل طلباتها عندك في التلاجة. يعني مش هتجيبي حاجة من بره. انا كنت بحوش وش اللبن، فهو ده القشطة اللي استعملتها، وكانت تبقى طعمها حلو في على وش العزيزية. يا رب تعجبكم الوصفة وتنال رضاكم. طبعا كان طعمها جميل، مش عشان انا اللي عاملاها، لا، بس عشان اول مرة اعملها وكان طعمها حلو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم.